طيب الصدمة أين؟ الصدمة لما أتى خبر هذه المناظرة إلى البلاد العربية. هنا الصدمة أن بعض المغردين العرب ويا للأسف لم يقفوا مع الشيخ شمائل الشيخ المسلم، بل هاجموه واتهموه بالضلال والبدعة، بل وصل الأمر عند بعضهم إلى تكفيره. قام الشيخ شمائل وتبرأ من هذه الاتهامات في تغريدة، ثم فصل أكثر في مقطع مرئي. كانت كثرة التعليقات الهجومية مفاجأة للشيخ شمائل، ولهذا فكرت في التواصل مع الشيخ شمائل. بحمد الله تعالى وجدت رقمه وتواصلت معه، وجرى بيني وبينه حديث لطيف ذكرته فيه على جهوده الدعوية وعلى مناظرته الأخيرة. ثم انتقل الحديث إلى التغريدات المسيئة للشيخ شمائل، فقال لي كلمة مؤلمة. كتب لي قال: تكفيري من بعض المسلمين كسر قلبي، كسر قلبي. شيء عجيب. فقلت له: اصبر واحتسب، فإن الألسنة لا تلاحق إلا أصحاب الأثر، ولو كنت ساكتا شمائل لما تحركت السهام نحوك.